نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانه خلق الإنسان فأبدعه وصوره فأحسن صوره وكان به عليما خبيرا. وهو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحانه خلق للدارين خلقا وهم في أصلاب آبائهم فلا مغير لما خلقه وأمضاه. من توكل عليه كفاه ومن فوض أمره إليه دبره وهداه. أحمده سبحانه وتعالى في علاه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله لنا بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله لنا بالهدى والنور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فبشر المؤمنين الصادقين بأن لهم من الله فوزا عظيما وأجرا كبيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بين يدي هذه الساعة العظيمة من يوم الجمعة أن يجعلني وإياكم نحن وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه في الله ومن أحبنا في الله من الفائزين. أما بعد، يا عمار هذا المسجد، حياكم الله وبياكم وغفر لي وإياكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يقول ربنا في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فوفق الله سبحانه وتعالى لاصطفاء أبي البشرية سيدنا آدم الأب الأول البشرية. وما قلناش آل آدم، هضري على آدم بوحده. علاش؟ لأن الأسرة كان فيها خلل وقد قتل الأخ أخاه. ثم قال ونوحا، وما قالش آل نوح ولا الأسرة ديال نوح، لأن عاوتاني سيدنا نوح 4 الأولاد واحد ما صلحش أو لم يؤمن. وكذلك امرأته خانته. بينما قال ربنا سبحانه وتعالى آل إبراهيم وآل عمران في إشارة إلى أسرتي عمران وإبراهيم عليهم السلام. فكان من عظيم شأن الأسرة في القرآن، من عظيم الشان ديال العائلة أو الأسرة والفاميلة في القرآن أن خصها الله سبحانه وتعالى بصورة عنون لها صورة آل عمران. صورة كلها اسمها الصورة ديال من العائلة ديال عمران التي لم تكن أسرة عادية. ما كانت واحد أسرة عادية، ولكن كانت أسرة ربانية قلب أهلها معلق بالله. باش عرفناها؟ هاد الأم اللي هي امرأة عمران، ولا هاد المرأة ولا هاد الزوجة، لما شافت المسجد الأقصى يدنس بالرومان، كانوا عايشين في المسجد الأقصى في القدس، هي وسيدنا عمران وزكريا راجل بنتها الكبيرة والأسرة عايشة وهي مازال ما ولدتش مريم. وشافت المسجد الأقصى يدنس وتعبد فيه الأصنام وظهر الفساد وكثروا الضرائب. فهاد المرأة الربانية
ما لقات ما دير، هزت يديها للسما وقالت له: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قالت له: يا ربي أعطيني شي وليد، وأنا كنوعدك أن هذا الوليد إلا جا غادي نخصو المسجد الأقصى ونخصو باش يحرر المسجد الأقصى من قبضة الرومان. فاستجاب الله دعاءها. والعجيب باش نتعلم واحد القضية، أن كل شيء بمقدار، وكل شيء بأجل، وكل شيء بتوقيت، وكل حاجة بالتوقيت الرباني تتيجي الإذن. سيدي ربي استجب دعاءها، ولكن ما عطاهاش وليد، عطاها مريم العذراء. وستساين مريم العذراء على ولدة المسيح عليه السلام، حتى يأتي الفتح على يد المسيح عليه السلام. وهذه هي العظمة الله. قلنا: ألا إن نصر الله قريبا. ولكن حتى يكون الإذن وتجي التعليمات من فوق 7 سماوات عاد نشوفوه إن شاء الله بعينينا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم بين يدي هذه الساعة العظيمة التي بشر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة دعاء مستجاب، أو في الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، وهذه القلوب منكسرة، وإخوانا لنا يقتلون ويذبحون في غزة وفلسطين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا ومددا. اللهم احقن دماءهم. اللهم إنك على كل شيء قادر، لا حول لنا ولا قوة بهم إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. اجعلها عليهم بردا وسلاما وسندا وعونا ومددا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أرنا فيهم عجائب قدراتك. اللهم يا رب وقف الحرب، وقف القتال، وقف التقتيل، إنك عليه قادر. يا من تقول للشيء كن فيكون. أعطي التعليمات ديالك سيدي ربي وأذن بإيقاف هذه الحرب. كما أن من عظيم شأن الأسرة في القرآن، وهذه المرة ماشي في القرآن، في الإسلام. شوفوا معايا كيف سيدي ربي في الدين الإسلام بغى يبين لنا المكانة ديال الأسرة والعائلة عند سيدي ربي. فجعل وبنى شعائر فريضة كلها، الحج كله علاش مبني؟ بني هذا الحج والخريطة ديال الحج كلها على تضحيات أفراد أسرة واحدة. إبراهيم الخليل كيف ضحى لما رزقه الله بالولد، سنين هو تيقول: ربي هب لي من الصالحين. تصور كيفاش كانت الحالة سيدنا إبراهيم هو تيسين الولد، ولكن بمجرد ما أن رزق بالولد ما خلاش في شؤونه هزو. خلوا شنو قال سيدي ربي؟ ربنا إني أسكنت من ذرياتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هز داك الوليد اللي كان تيسينو سنين وداه التالي ديال الدنيا، الخلا والقفار، ما كاين والو، لاش؟ لكي يعرف ربه وباش يعرف الله. وهذه رسالة عميقة لجميع المربين وجميع الآباء. أنت مطالب أن تربي ابنك على معرفة الله. الرسالة ديالك ماشي تعلمه هيت والطريق، شي ساهل، علمه وترسخ له في اليقين ديالو، في القلب ديالو، أن لا إله إلا الله. وقال سيدنا لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تعلم سيد ولدك يعمر قلبه بالله. وكنحكي لكم دائما القصة ديال ذاك المرأة الربانية. يتذكر رباونا والدينا ما كانوش عندهم الكتوبة والتفاسير، كان عندهم حب الله في قلبهم، فأعطونا ذاك حب الله وعلمونا. ذاك المرأة الربانية التي كانت تحطب الخشب، كتخرج تحطب وتجيب لوليدها ما ياكل، ولكن باش تعلموا معرفة الله وتعلموا حب الله وتوصله بربه. اللي كتجيب الماكله ما كتعطيهالوش، كتخبعها في المطموره. تيبدا يقول لها: ماما راني جاني الجوع. كتقول له: وليدي هو عيط على سيدي ربي. تيقول لها: ماما شكون سيدي ربي؟ كتقول له: سيدي ربي الاحد الصمد اللي حنا ديما كنحتاجوه وما عمره ما تيحتاجنا، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يغفر لي خطيئتي، والذي اطمع
والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكتقالوا له بالطريقة ديالها. وذاك الوليد تيبقى يقول له يا ربي أعطني ما ناكل. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هكا خصك تربي ولدك على معرفة الله، هكا ماشي تعلموا على الحرام والعافيه وشحال فيه العافيه ويهزك من حجبانك، لا، علموا يتصل بربه ويمتلئ قلبه بحب ربه. فكان ذاك الوليد كلما جاع سأل الله ودعا، فإذا فتح الخزان طمورة تلقى الماكلة. حتى جاء يوم من الأيام وخرجت الأم لتحطيب الخشب، تمشى تجيب الخشب، فقال لها ربي كن فيكون، وجات العاصفة وجا الرعد وجات الشتاء وانقطعت السبل وتسالوا الطرقان. وبقات اليم مقطعه هذاك الولد 3 أيام ولا 4 أيام تقول انا وصل للدار هلقى ولدي مات، من سيطعمه؟ من سيكون به؟ ولكن العجيب انها لما دخلت الى البيت ودخلت لدارها كتلقى وليدها تيلعب وخنيكاتو حمامه كاينو فرحان. قالت له سبحان الله ولدي كي درتي؟ منين جاتك الماكله؟ قال لها ميمتي منين جاتني الماكله وجاني الجوع، درت داكشي اللي علمتيني. هزيت يدي للسما وقلت له يا ربي يعني فيا الجوع. قال له حليت الطموره ولقيت الماكله. نعم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. علم ولدك إلا مشى النفاق تيبقى الرزاق. نعم، وكنلقاو أن ربي سبحانه وتعالى بنى الفرائض ديال فريضة الحج كلها على أسرة. كيف ضحى إبراهيم بالحب ديالو داك الولد وخلاه يعرف الله، كيف ضحت هاجر وقالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا وخلاها في الخلا والقفار ومعاه وليد رضيع. قال لها نعم. قالت له إذن لن يضيعنا. وأخذت تسعى بين الصفا والمروة، وكتعرف الأم ديال القلب ديال الأم ملي كتبغي توكل ولدها وكتشوف داك الولد يموت الصحراء والخلا والقفار. فرزقها الله من حيث لا تحتسب، هي تطلع في الجبال وربي رزقها من تحت قدم صبي. أمر جبريل فقال لها كن فيكون وخرج الماء تحت منه. نعم، ثم هذا الابن اللي ما عمره ما شاف باباه، هذه الترابي ما عمره ما شاف سيدنا إبراهيم، حطوه في الخلا ومن بعد رجع عنده قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هكا القرآن قال له، ما عمره ما شاف باباه. كانت هي لاله كتقول له راه عندك باك راه نبي من الصالحين ودابا يجي لعندنا وراه جالس في فلسطين دابا يجي. نهار جا ماشي جاب له الكادو ولا جا تيبوسو يعنقو، لا، سلم عليه قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. كيف كانت ردة فعل هذا الابن البر؟ كيفاش كانت؟ قال له لا، واش ما عمرني ما شفتك، واش درتي لي، واش فعلتي لي بحال اللي كنديروا حنا مع والدينا؟ قال له سمعا وطاعة يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فبنى الله شعائر فريضة كلها، علاش؟ كلها مبنية على تضحيات هذه الأسرة الربانية. ولما أحسن إبراهيم الخليل من يحسن وضبط تربية أبنائه وضبط بناء بيته وبنى واحد البيت متوازن رباني، أعطاه الله الأوامر من فوق 7 سماوات ليبني بيت الله فوق الأرض. ودي وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول على تربية أبنائك على حب الله ومعرفته والتزام حدوده فيما يرضي الله والسهر عليه والقرب منه. ماشي تمشي تلعب الكارطة والداما وتفرج في الكورة وتدخل دارك مع 10 الليل وتخرج في الصباح ما تيشوفوكش، لا. اللي ما قادش يدير الاولاد ما يديرهمش، اللي ما قادش يربيهم يوقف على وليداته ويوقف على رزقه بيديه باش نربيو امه ربانيه. كنقول له ما كنحترم هذاك الاوروبي تيقول لك اسيدي انا ما قديتش نولد. علاش اسيدي ما قديتش تولد؟ اسيدي انا ما قادش به، ما نقابلوش، ما عنديش اللي يقابلو، ولا درتيه قد به ووقف عليه وسهر عليه. ما عندك صحاب لك هي بالفلوس، هي ماشي بالفلوس، هي بالقرب والمحبه. توقف حداه تقول له ودي تعلم توضا وترغبوه، ما يبغيش النهار الاول وما تبغي النهار الثاني، يا وامر لك بالصلاه واصطبر عليها، وجيبوا معاك الجواب بالحب. ومره شري له شي حويجه ومره قول له حتى يمتلئ قلبه بحب الله. فلما
أحسن إبراهيم الخليل، وإبراهيم الذي وفى تربية أبنائه، وفى بناء أسرته، وفى بناء أسرة متوازنة. جاءت التعليمات، قال له سيدي ربي دابا بني لي الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له. أحسن استثمار ربي قال لنا في القرآن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هادشي كله مزيان، ولكن شنو هي أحسن حاجة؟ قالوها زمان والدينا واخا ما كتعجبنيش، قالوا اللي نكا ولادو ربع ديالو، اللي ربى ولادو نكا ديالو، واخا ما كتعجبنيش، ولكن فيها واحد الدلالة عميقة. لأن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجازي إبراهيم الخليل على مجهوداته وتضحياته وجهده الذي بذل، ما قالناش ورزقناه الفيرمات والطوموبيلات والعمارات، لا، قالنا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيئا. يعني أعلى المقامات اللي يمكن له يفرح بها شي واحد بوليداته، شاف وليداته في أعلى المقامات، هي أنبياء مربين. كذلك أنت إذا صهيت على تربية أبنائك وبذلت مجهودا وضحيت بالنفيس والغالي، ومنين تكون غادي تلعب الكارطه تقول ولعب سويعه ماشي يومين، غتمشي تخرج مع اصحابك وقصيا عشيه في السيمانه، ماشي 2 3 4 الخميس الجمعه السبت لحد الغبرات، لا، لانك مسؤول عن رعيتك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله ربي ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإذا كان الله سبحانه وتعالى في الأسرة وفي الحياة أناط للأم مهمة الحمل والرضاع وأوصانا ببرها والإحسان إليها والاعتراف بالجميل لها. قالنا ربي بسورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم، أوصانا ربنا على الأم لأنها كتضحي وكدير جميع المجهودات. شنو قال لك؟ وقال لنا وصينا، حيت عرفنا هذه النساء عرفنا، ولكن رد بالك أيها الزوج، لأن في نفس الوقت قد عهد إلى الزوجة مهمة السكن. وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وأوصانا بحسن المعاشرة. يعني إلا قال لك ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حمله، فكرك شنو دارت لك يماك، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصلته شهرا، فكذلك أوصاك بحسن معاشرة تلك الزوجات. وقال لك وعاشروهن بالمعروف. تلك الزوجة التي أفنى أبوها أمره عليه، ما عطاها لك حتى فنى راسو وجدان، وتنقول لهم الأدهى وآمر، قتل راسو باش يطهريها وقتل راسو باش يوجدها، وانت باش وجدها وجا عطاك داك العاج، كاين اللي مشى خدا الدين باش يعطيها، فتأتي أنت وتسيء إليها. وقد قال ربنا وعاشروهن بالمعروف. باش انت ايها الرجل القوام الحكيم، انت اللي خصك تعرف تخبط العصا من الوسط. ما قالش بالنساء قوامون على الرجال، لا، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا، باش فضلك عليها انك انت راجل ماشي عاطفي.
هي في الصباح هي تضحك معاك، في العشيه كتقول لك طلقني. لكن انت خصك تكون راجل، ولا واخا دابا شويه انا رجع ان شاء الله نشوفوا اجي ندير واحد الطويره. هذا هو القوام هذا الراجل، ماشي كتقول طلقني كتلقاها على سبه. هي مسكينه عاطفيه، يمكن يكون فيها الحيضه، يمكن لا تكون كتوحل، يمكن لا تكون حبله، يمكن لا تكون عندها كترضع. ربي خلقها هكذا ضعيفه، حتى ان شهاده المراه لا تقبل في الدين لانها كتنسى. وثبت علميا في انجلترا ان المراه اذا حصلوها سرقه وحصلوها بانها سرقات في الوقت اللي كانت فيها الحيضه ما تيحكموش عليها، تيقولوا مسكينه ما كان عندها عقل، ربي تيلعب، ربي تعرف اش تيقول. فكذلك الله سبحانه وتعالى وصاك عليها وقال لك وعاشرهن بالمعروف، وتعهد على نفسه ربنا بإرساء المودة والرحمة. قال لك تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وشنو قال؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. عندك الراجل ولا المرأة تسحب لك راك بينك وبين راجلك الحب، ردي بالك بنص وبدليل قول نساء يوسف. شنو قالوا؟ إن قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال. شنو قالوا؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتى عن نفسه قد شغفها حبا. شنو قال لك؟ إنا لنراها في ضلال مبين. يعني النساء تيقولوا بأن الحب راه ضلال، الحب مشاعر، كيف لك تحبها اليوم وتصبح غدا قال لك تكرهها كاع. ولكن المودة والرحمة جعل رباني عند الله ما كيزولش. هذاك الجعل الرباني هو باش تلقى المرأة في عمرها 80 عام وراجلها في عمره 85 عام وهي تحسن إليه وتمسح له وتوكله وتقول له والله ما ناكل تاكل انت الى يومنا هذا. وتشوفها وكنبقى نشوفهم انا في اوروبا تنقول علاش حنا اللي عندنا هادشي في القران ما كنديروش. غاديه هي وياه وقابطه فيه وقابط فيها وتيقراو. حنا ملي كيكون غادي المراه والراجل في المغرب كتلقاها سابقه 30 كيلومتر بحال اللي معفف منها، وهي التي تحسن اليه، وهي التي تنقول لهم قبيله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض موتين قال لهم طببوني إن عائشة، ديوني عند لاله عائشة. قال لهم تخليوني. قالوا له علاش يا رسول الله؟ قال لهم هادشي اللي عطا الله، أقرب الناس إلى قلب عائشة. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم والقدوة ديالنا، اعترف بحبه واعترف بارتباطه العميق لله عائشة. فمن أنت أيها الإنسان المسلم لكي تتكبر وتتجبر وتقول أنا خلاص؟ خصك تعرف أن مني كتكون المودة والرحمة والنية اللي قالوا سيادنا الوالد الزواج بالنية والحيض بالنية رسول الله، ما كتبقاش ديك الساعة المودة والرحمة، كيرجع واحد الدرجة أخرى. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كترجع هي غطا وستر عليك وانت ستر وغطا عليها. وقلت لهم أعظم طريقة لكي تعلم ما هي لباس لكم هي ملي كتحصلك مزبلها وكتحصلك داير شي فالطه قدها قد ما مايلك، وكل واحد فينا الرجال عارف اللي كيزبلها، وكتحصلوا ذاك المرأة فتكون لباسا عليه وتستره. وما كتمشيش تقولها لباباها وكتمشي تقولها لخوتها حيت عارفه يجي يفرسوه، وتتستر عليه وكتقول له شوف راني عقت بك، هو عاق بها عاقت به، وكتدوزها بالمحبه. فإذا اشتد غيظها اش كدير؟ لا تشتكي إلى الناس بل تقوم في الثلث الأخير من الليل وتنادي يا ربي شوف محال هذا الراجل هذا، يا ربي اهديه، يا ربي كره له الفلاس، يا ربي كره له الشراب، يا ربي كره له الدخان، يا ربي كره له هذا الشيء هذا، وتشتكي إلى الله. وكتعرفوا أسئلتنا اللواتي العيالات أن الله سبحانه وتعالى سمع شكوى خولة بنت ثعلبة وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فرد بالك أيها الرجل الظالم الطاغية المتجبر، اللي تعيش بالقوة يموت بالضعف، الذي استجاب لخولة بنت ثعلبة غادي يستجب لها، وغدا من غدا تلقى راسك في الركينة والله ما تلقى اللي يجيب لك كاس الماء. فأحسن كما أحسن الله إليك. ولصيانة هذه العلاقة وحمايتها وتأمينها وصفها الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ. وقلنا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عرفتي شنو معنى الميثاق الغليظ الرجال اللي مجوجين؟
شنو الميثاق الغليظ؟ ما قالكش ميثاق غليظ، ميثاق يعني والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. يعني تفكر انك واحد النهار كنتي جالس وكانوا عليك جوج الشهود عدول وتيقولوا لك هدا ودا وتيقول لك بابا الله يهدي عليك يتهلا لي بنتي انا ما بغيت والو ما كاين مشكل اللي عطيتي الله يخلف. وانتينا كذلك ايتها الزوجه لا تنسي هذا الموقف فبينك وبين زوجك ميثاق غليظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه. ما كاينش في هذا الشيء اللعب، ما كاين حتى شي حاجه. وسبحان الله ونختموا بهذه النقطه هذه كيف ما الله سبحانه وتعالى قال بان علاقه الزواجيه موده وهي رحمه وهي سكينه يمكن لها تكون لباس. فقد اشار سبحانه وتعالى انها كتعرف واحد اللحظات ديال الفتور، انك تعرف واحد اللحظات وعدتي وشوش كيفاش قال لك ربي قال لا فان كرهتموهن. تجي بعد تقول لك ربي ما كرهتموهن يعني تيجيك واحد اللحظه ما كاينش شي راجل ما كتبان لكش راك كحله، كتبان لك كحله كتقول صافي خدام في الضي من هذا الشيء هذا. ولكن تيقول لك من بعد حيت انت هو اللي سميتك القوامه تيقول لك شوف فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا كلام الناس ديال ربي يعني تيقول لك في ذاك اللحظه رد بالك راه كيحضر واحد السيد سميتو الشيطان تيصيفط وليداتو تيقول لهم خرج انت شنو درتي؟ مشيت بقيت معاها تدخل الباك ما عندي ما ندير بك. انت شنو درتي؟ مشيت بقيت معاها تدخل قمر انت ما عندي ما ندير بك. انت بقيت معاها تدار انت بقيت عليه تطلق مراته تيقول له انت وتيجلسوا عندها. فربي ملي قال لك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فلكي يذكرك ان قوامتك ليس الشديد بالسرعه. القوامه ماشي ملي تغضب تقول لا سير الله يبارك طلقها، لا ليس الشديد بالسرعه. القوامه ديالك تكون على اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتدت محنته مع عائشه. حتى هو كان تيدابز مع مراته تيطاير عليه الصلاه والسلام كاع كيقول له باش كتعرفني غير طاير منك يا رسول الله. تيقول لها ملي كتقول له ملي تنقول لك وربي ابراهيم شو كيفاش كتبغي تناكيه كتقول له وربي محمد تقول له وربي ابراهيم تعرفها راه طاير لها. فتيبكك وتيسمع وتيدير لها خاطرها حتى ان مره عليه الصلاه والسلام وقع الغيار وسخنت القضيه. وشنو دار؟ يدير الحكامه قال لا اجي نجيبوا سيدنا عمر يدير بيناتنا شي حل. قالت له عمر قاصح صعيب لا قال شكون؟ قالت له نعيطوا لبابا. فلما دخل ابو بكر سمعوا الاباء ديال 2023 ملي كتجي عندك بنتك تتبكي كتمشي عند النسيم وتعطيها قتله ولا تقول له دخل ولا تقول لولادو تبعوني وهي في العشيه كتصالح مع راجلها وترجع هي ويا الدار وكتبقى بالعيد مع السيمر. لما دخل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الى البيت دخلت يسمع عائشه تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كتغوت عليه فاراد ان يلطمها بغير تصفيقه ما يقدرش صاحبه وحبيب قلبه. فماذا فعل رسول الله باش يفسرنا شنو هي الرجال قوامون على النساء؟ باش يفسرنا ليس الشديد بالسرعه راه ماشي الصعيب القاصح اللي كيضرب ويقول انا هذاك ساهله. الشديد هو ان لما شافها بغى يضربها جا بينه وبينها جا بين سيدنا ابو بكر وهي موراه هو في الوسط وقال له يا ابا بكر ما لهذا دعوناك ما عيطلكش باش تضربها. وخرج سيدنا ابو بكر غضبان طاير له ودار عند لاله عائشه وقال لها كي جيتك وتسالت الامور وزدنا لقدام. وعاش عليه الصلاه والسلام وبين ماذا وما معنى خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. هذا هو الراجل اللي تيبغي الاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه الغفور الرحيم. اللهم يا من قلت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ومن قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. احنا ماشي مضطر احنا مضطرين لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إخواننا يقتلون ويذبحون يا ربي كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا ربي. أعطي التعليمات ديالك واعطي الأوامر ديالك باش توقف هذه الحرب هذه يا ربي إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود
يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك يا رب بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملا أركان عرشك، وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا استغثت به أغث إخواننا في فلسطين. اللهم يا لطيفا في الأزل أنت اللطيف لا تزل، ألطف بإخواننا في غزة فيما نزل بحق القرآن وعلى من نزل. يا حنان يا منان يا الله يا الله يا الله. اللهم ارحم ضعفنا ويسر أمرنا وعجل خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم يا رب يا فارق الحب والنوى أعط لكل امرئ منا ما نوى. من كان معنا وبه دين اللهم اقض عنا الدين ولا تجعلنا من القانطين. من كان معنا وهو قاطع لرحم أو في خصام اللهم أصلح ذات بيننا ألف بين قلوبنا. ومن كان معنا يا رب وهو في سقم أو مرض اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي غما ولا هما ولا ألما. اللهم يا ربي اللي قرونا وسهروا على تعليمنا اللهم جازهم عنا بكل خير. اللهم يا رب جازهم عنا بكل خير. الأساتذة والمعلمين المربين ديالنا اللهم جازيهم عنا بكل خير، والذين يسهرون على أمننا وأماننا واللي واقفين في الثغور يدافعون عن وطننا اللهم يا رب كن لهم وليا ونصيرا ومعينا ومددا وسندا وعونا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. هذا البلد الحبيب اللهم اجعله بلدا امنا مطمئنا. اجعل يا رب هذا العام الخير والبركه والرزق والتيسير يا رب. اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين. امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس اللهم احفظه بما حفظت به الايات والذكر الحكيم. احفظه يا رب في ولي عهده الامين ولي الحسن وفي سنوه الامين ولي رشيد بجودك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على من قال رحم الله ابا بكر زوجني ابنته وحملني الى دار الهجره واعتق بلالا من ماله. رحم الله عمر يقول الحق وان كان مرا تركه الحق وما له من صديق. رحم الله عثمان تستحيه الملائكه. رحم الله عليا اللهم ادر الحق معه حيث ضاع. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.